مشاهدينا الأكارم، رحبوا بكم مرة أخرى في فقرة رسائل قانونية، واللي نتحدث فيها الليلة على موضوع الاشتراك في الأملاك الزوجية بين الزوجين، وبصفة خاصة بحكم أني أنا توا مانيش فوق الخدمة، خاطرني كعدل إشهاد لما نبدأ نباشر المهنة وقدامي زوز عرايس مطالب باش نفسر لهم نظام الفصل ونفسر لهم نظام الاشتراك، ونقول لهم هاو القانون ايش يقول، ونقول لهم اختاروا واحد منهم في إطار الحياد التام. أنا توا مش باش نلازم الحياد، لأني في برنامج إعلامي عندي واجب النصح والإرشاد، دونك باش نخصص حصة الليلة باش نفسر مساوئ ومشاكل نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية اللي يختاروه الزوجين عند إبرام عقد الزواج. عادة ما همش فاهمينه بالكدا، وعادة تعجبهم كلمة الاشتراك مزيانة وكلمة الفصل ما تعجبهمش، لكن هاو باش نوريو شنو مشاكل نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية. هاي سيدي نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية، كي نجيو نكتبوا صداق تعجبهم الجماعة، يقول يحط الاشتراك كل شيء مع بعضنا. ساعات كلا يبداو دايرين بحذاهم ولد عم ولا الباش، تلقاه جاي يقولوا تحط الاشتراك، حط لهم خذينا خذا الصباع خذا اليد، اللغه اللي نستعملوا فيها ديما. والمساله راهي قانونيه وعندها اثار ما بعد الزواج وما بعد الطلاق وما بعد الوفاه احيانا، ولهنا ما نقراوش حساب هذا كله. ساعات عدل الاشهاد يلقى روحه محرج يوم ابرام الزواج في انه يولي يحكي لهم على لا قدر الله طلقتوا ولا قدر الله توفى واحد منكم، خايبة حتى احنا اجتماعيين نقولوا نكتبوا في صداق ولا نحكي له كان طلقوا. اما هات اليوم نقولوا شنو هو النظام الاشتراك في الاملاك الزوجية اللي جابيه القانون التونسي عام 98، ونقولها وعلى مسؤوليتي من اتعس القوانين التونسية اللي صدرت في هذا المجال هو قانون الاشتراك في الاملاك الزوجية، لان خذيناه كوبيي كولي من فرنسا من غير ما يركب على نظامنا التونسي، حتى على نظام التوريث. احنا العلاقة بين الزوجين مثلا، الزوج لما يتوفى او الزوجة رجلها يورثها ومرته تورثه، دونك فما نظام ميراث بين الزوجين. والعلاقة المالية بين الزوجين منظمة في القانون التونسي بإحكام وواجب النفقة المحمول على الزوج، والزوجة المساهمة في الإنفاق إن كان لها مال. وجاء في إطار هالقانون هذا على أساس باش يحمي المرأة العاملة، المرأة اللي تخدم وقت اللي رجلها يشري أرض ويبني دويرة وهي تعاونه في البني، يقول لك نهار اللي يطلقها ولا يتوفى باش تورث إذا كانت توفى الثمن، وإذا طلقها تنجم تطلع بيدها على راسها. فاقترحوا عليهم نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية، هات ناخذوه كما عندهم في فرنسا ونوليو نعرسوا على الاشتراك. كان شراء عقار يولي شركة، وكان هي شراء عقار يولي شركة. لكن هو شنو يولي شركة؟ برشا ناس ساعة فاهمين بالغلط، ما يهمش المنقولات. يعني مش معناها امرأة ورجلها معرسين على الاشتراك شراء كريهبة ولا هي شراء كرهبة تولي شركة، لا، راهو المنقولات الكل فلوس وكراهب وذهب وكذا ما يدخلش في الاشتراك. دونك هو ما يدخلوا كان العقارات، أرض ولا دار، الأرض ولا الدار الصالحة للسكنة فقط. يعني إذا كان بعد العرس شراء بيرو ولا شراء زيتون ولا شراء هنشير ولا شراء معمل ولا هي كيف ما يدخلش في الاشتراك طالما مياني. دونك إلا نحكيو كان على العقارات السكنية. اثنين، الأوقاع شرائها بعد الزواج، يعني إذا كان قبل العرس هو شاري دويرة ولا استوديو ولا هي زوجته كيف ومعرسين على الاشتراك ماشي في بالهم أنهم هما مش شاركين، لا مش صحيح. راهم نظام الاشتراك ما يهمش ما قبل الزواج، يهم ما بعد الزواج بالشراء. ايش معناها؟ بعد العرس سي العروس هذايا توفى ابوه ورث شويه عقارات، مرته تولي تورث معاها، تاخذ معاه الشطر ما تاخذش، ولو معرسين على الاشتراك باعتبار جاه العقار هذاك بالارث والا بالهيبه من بوه ولا بالوصيه. اي في الاخر حكايته فارغه. ما يهم كان دار السكنه ونهايته دار الخلاع، ارض صالحه لبناء محل سكنه، والا دار سكنه محل استوديو دار باش يسكنوا فيه. التشريات بعد العرس هذا شنو هو فيه ساعه نظام الاشتراك؟ مفرغ من محتواه، مش كما فاهمين برشا ناس، ويهيئ لهم انه كل شيء مع بعضهم ولا ملكوه مع بعضهم وترى شنو. دونك هذاك استثناء يجي في اطار اتفاق خاص وذكره صراحه وغيره. نحكيو على الاتفاق نظام الاشتراك اللي جابيه قانون 98 العادي، ما فيه كان دار السكنه والارض الصالحه للبناء فقط. اما هات نشوفوا توا مع انه حكايته فارغه شنو المشاكل اللي نجم يطرحها فيما بعد. القانون اللي ينظم الاشتراك في الاملاك الزوجيه جاء وقال ينتهي هذا الاشتراك في الاملاك وقتاش؟ بوفاه احد الزوجين، توفى واحد منهم ما عادش نحكيو على الاشتراك، بالطلاق اذا كان طلقوا،
بفقدان احدهما، عائلة الفقدان مشى السيد مشى لسوريا تقطعت اخباره ومعرس على الاشتراك، شو عملنا؟ بتفريق املاكهما قضائيا، فما حكم قضائي في تفريق الاملاك، او بالاتفاق. الاتفاق هذايا انه يجيوا العدل الاشهاد بعد ما عرسوا كان اختاروا الاشتراك، يجيوا يقولوا نحبوا نحيوه، واحنا ننصحوهم نقولوا خصك هيك حاجه وغمه وتتنحى. وفما العكس، معرسين على الفصل يجيوا يعملوا كتب عند عدل الاشهاد يختاروا الاشتراك ويعملوا له اشهارات وغيره ويوليوا معرسين على الاشتراك. دونك فما امكانيه الاتفاق. الفصل 18 هذايا يليه الفصل 19، ما قلنا نحكيه على ينتهي الاشتراك، من بعد يقول لك تظل حالة الاشتراك قائمة في الفصل 19 حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة. وبعد في فصل آخر فيما بعد يتحدث القانون على أنه في الفصل 22 أنه الاشتراك يصير قضائيا بالمحكمة وتكليف مصفي والقيام بالإجراءات والإشهارات اللازمة للتصفية متاع المشترك. كلام صعيب، هات نبسطوه. تعرفوا كان امرأة يتوفى رجلها لا قدر الله ومعرسة هي وياه على الاشتراك، وصير رجلها هذا خلى زوجته، خلى زوز يتامى، زوز صغيرات، وخلى عقار شاريه بعد العرس، دار وشراها بعد العرس، وهز ربي امانته وتوفى. مرته كي تمشي لدفتر خانة تهز حجة وفاة رجلها باش تصبها، باش شهادة الملكية تولي باسمها وباسم اولادها، دفتر خانة تنجم ترفض ترسيم الوفاة. علاش؟ على خاطر كان الرسم حجة الوفاة ويجي عدل الإشهاد يخدم فريضة باش يعطي الثمن للزوجة كما قال ربي والقانون، ويعطي للأبناء بقية التركة بالإرث. لهنا قال لك لا، نظام الاشتراك ما هوش هكا. قسمة العقار هذا مادام مات انقضى وبقات التصفية قائمة حتى وبقات الاشتراك قائمة حتى تصير التصفية. زوجته فما إمكانية أنها لهنا طالب بشطر العقار والشطر الآخر يمشي للورثة بالإرث. دونك مادام معرسين على الاشتراك وشراه هو دار بعد العرس ومات، فزوجته تولي عندها الشطر متاع الدار بالاشتراك، والشطر الاخر يمشي للورثه بما فيهم هي تنجم تورث الثمن في الشطر الاخر. لكن هذايا مش مثل هكاكا، هذايا يلزم تعيين مصفي عن طريق المحكمه وحكم قضائي. معناها هالمراه اللي جاتني تبكي وقالت لي ولادي انا راهو بتاع ولادي انا من اليوم وغدوه ماشي لولادي، وحجة الوفاة مشات تصب فيها في دفتر خانة، قالوا لها لا بر نمشي نعمل قضية في التصفية. قالت لي باش نمشي نشكي براجلي وهو ميت تقريبا، هي خاطرها تحكي بالعامية هكا، يلزمها تمشي تعمل قضية المرأة ذي في المحكمة خاطر رجلها توفى، والمحكمة تعين مصفي، والمصفي يعمل إشهارات في ماشي ديانة دائنين يسالوا فلوس لرجلها ولا ليها هي، ويعمل تقرير المصفي ويرجعوا للمحكمة وقضية وحكم باش يقع تصفية الدار هذه بينها وبين أولادها. هذا مشكل. المشكل الثاني الطلاق، راجل ومرته طلقوا، لكن هما قبل ما يطلقوا شايرين دويرة، هي شراتها بحر مالها ما دفع معها حتى فرنك، وإلا هو شراه دار بحر ماله ما دفعت معها حد شيء. ما دامهم في الصداق اختاروا الاشتراك، الكلمة المزيانة اللي تعجبهم، نهارة اللي طلقوا المحكمة المتعهدة بالطلاق باش تصدر حكم الطلاق وتحكم في النفقة وفي غيره وكذا، وقت دويرة تظل حالتها قائمة متاع الاشتراك، تقعد في الشركة. الراجل ماشي في باله داره شاريها بفلوسه، ومرته هنا طلق، كل حد مشى على روحه، حتى هي ما عندهاش مشكلة راهو معاه داره، تقول لك مانيش باش ناخذ انا متاعه، ولا العكس راه دارها شريتها هي بفلوسها وطلقت هي وراجلها ومشى على روحه، ظهر لها باش تبيع الدار اللي هي دارها وشريتها بحر مالها، ما تنجمش تبيعها. كيفاش؟ يلزم يمشيوا يعملوا قضية في التصفية ويقع تصفية الملك المشترك هذاك الدار ولا الديار اللي شراوها بعد العرس، والمصفي يعمل تقريره ويبعثوا للمحكمة وإجراءات وإشهارات، والمحكمة تصدر حكم في تصفية هذه العقارات المشتركة. يعني حتى ولو أنا عندي حريف جاب يشري دويرة من عند راجل، جيت نخرج في دفتر خانة في شهادة الملكية نلقاه خاضع للاشتراك في الأملاك الزوجية بحكم أنه هو شراها بعد العرس ومعرس على الاشتراك. قال لي لا رانا طلقنا، هو مضمون الولادة مطلق هو مرته، كان مجاله معرسين، ما ينجم يبيع كان ما مرته تصحح معاه، ما ينجم يرهن إلا ما مرته تصحح معاه، وإذا كان العقار متاع المرأة ما تبيع وترهن إلا ما راجلها يصحح معاه. طلقوا. جيت صادقة، لا ما عادش عندها صفة باش تصادق، طلقت هي، ما عادش زوجة، ما عادش أملاك زوجية باش نحكي على باش تصادق. مالش نعمل؟ نقول له ما تنجمش تبيع كان ما تمشي تعمل قضية في التصفية. يا ودي مرتي ما عندهاش مشكلة، طليقتي ما عندهاش مشكلة معايا، قالت لي دارك
والراجل موجود الشاري، لا ما نجموش، يلزمنا نمشيو نعملوا قضية باعتبار أنه التصفية قضائية وجوبيا بنص القانون. وهكا مشاكل ما أنزل بها الله من سلطان تصير ولا حسابات، ونهار كتبان الصداق تولي حساسيات، وإذا كان قال الفصل هي تقول ايش معناتها، وإذا كان هي قالت الفصل هو يقول علاش. المشرع التونسي وقيت باش يراجع روحه. هالنظام الاشتراك في الأملاك الزوجية خلق مشاكل كبيرة وما جابش مكاسب، باعتبار النظام العادي تاع العادة والسنة اللي معرسين عليه باتنا وجدادنا، نظام التفرقة في الأملاك الزوجية، أنه راجل ومرته عرسوا، مش معناها عملوا سوسيتي هما ولا شركة، عرسوا، مرته تخدم باش يضمن لها حقايقها، ومشاو شراو أرض باش يبنيوا مع بعضهم. شو المشكل يمشي العدل شادي يشريوا هما الاثنين، شرا فلان وزوجته أنصافا بينهما، ولا عنده أرض متاعه ومرته باش تعاونوا في البني باش يضمن لها حقايقها، يعمل لها هبة في الشطر ولا هي تعمل له هبة في الشطر. والنظام المالي بيناتهم هو نظام التفرقة في الأملاك اللي هو النظام العادي خير، ويمكن أنهم يشريوا حاجة مع بعضهم يخلي لهم كامل الحرية، حب تشري دار باسمها ولا يشري دار باسمه ولا يشريوا حاجة شركة أحرى. أما نظام الاشتراك يكتفهم ويقول لهم يلزمكم أي عقار سكني يتشرى بعد العرس يخضع للاشتراك وجوبا، حتى لا قدر الله صار طلاق أو وفاة. هكا إن شاء الله نكون وضحت. ومثال تطبيقي صغير نفهموا به، راجل معرس هو مرته على الاشتراك، دار ملكه شاريها هو، توفات مرته متوفاش هو، المالك متاع العقار موجود، جاي يبيع في العقار متاعه، دفدر خانة ما حبتش ترسم البيع، قالت له مصادقة الزوجة، قال لها متوفات، قالوا له الورثة متاعها أمها وأبوها حيين وقت اللي هي ماتت وماتوا بعدها، خلاو أولادهم خواتها، صبحوا خوات مرته نسابوا يورثوا معاه في داره وعينه تغزر. هذا نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية اللي يعجبنا برشا، والكلمة راوها مزيانة، وعدل شاد بلي باش يحاول يوضح يوم إبرام الزواج، لكن في إطار الحيادية وقتها لا باش يبسطها، مش باش يكون كيفي باش يعطي ديزيكزامبل باش يحكي على طلاق وعلى وفاة يوم إبرام الزواج. لكن هذه فرصة الليلة في قناة الإنسان باش تفهموا شنو هو نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية، شنو هي مشاكل نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية ألا يطرحها فيما بعد الزواج. شكرا، ونبقى ديما على ذمتكم.